عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله هعمل معاكم شوية قرص طرية كده محشية عجوة وجبنة بطريقة سهلة قوي وبمقادير فظيعة متوفرة في كل بيت ومش مكلفة. يعني معايا هنا كيلو دقيق، معايا كيس خميرة فورية، تمام، ومعايا هنا هاخد معلقة كبيرة بس بيكنج باودر، ومعايا هنا معلقتين كبار سكر، ومعايا هنا نص معلقه ملح، ومعايا هنا دي كوبايه سمنه على زيت، ممكن زيت بس ممكن سمنه بس اللي يريحك، وطبعا معايا هنا لبن هعجن بيه، ده لبن دافي، والسمنه برضو انا مسيحاها طبعا لان جوه زي ما انتم فاهمين كده ساقعه، والدقيق. تعالوا بقى نشوف هنعمل مع بعض ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هحط كل المقادير كده على بعضها. انا معايا هنا السكر والملح، لان انا عارفه ان الخميره حلوه يعني، فمش هختبرها ولا اي حاجه. واحط كيس خميره ده حوالي معلقه كبيره الكيس ده، وهحط برضو معلقه بيكنج باودر اهي، تمام. خلاص، وهبدا بقى اقلب الكلام ده كله كده مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى انا هنا حطيت الملح والخميره والسكر والبيكنج باودر وهقلبهم. خلاص اهو كده انا قلبتهم تمام. هنزل بقى عليهم دلوقتي بالسمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي سمنه على زيت زي ما انا قلت، ممكن ده لوحده او ده لوحده، ممكن تحط زبده طبعا تخليها تحفه. وهبدا بقى امسك الكلام ده كله كده اعمله مع بعضه. بسم الله الرحمن الرحيم لحد ما يبقى معايا زي الرمله كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. تحفه، ويبقى طعمها جميل واحلى من بره بكتير، وموفره، مفيش فيها حاجه مكلفه يعني اهو. لحد ما تبقى معايا زي الرمله كده اهي. خلاص زي ما انتوا شايفينها كده اهي، تمام. انا طبعا نخلة الدقيق خلاص. هبدأ بقى اضيف اللبن واعجن. بسم الله الرحمن الرحيم. اللبن طبعا دافي برضو عشان يخمر معانا بسرعة. هحط شوية بشوية كده واعجن اهو. برضو هضيف لبن شوية كمان، بنضيف بالراحة عشان العجينة ما تلينش مننا مرة واحدة اهو. وابدأ اعجن. طبعا عجنت معاكم كتير قبل كده، فانا هقفل بقى دلوقتي الكاميرا واعجنها خالص، وبعد كده ارجع لكم تاني عشان بس ما اطولش عليكم الفيديو. انا هبدا احط شويه لبن بشويه لبن لحد ما تبقى عجينه ناعمه معايا وطريه، بس ما بتلزقش في الايد اهي، تمام. هقفل بقى وارجع لكم تاني. تمام كده عجنتها، وقعدت احط لها لبن شويه شويه لما بقت معايا عجينه طريه كده وتحفه كده ما شاء الله. دلوقتي بقى انا هسيبها ترتاح بس نص ساعه، نرجع نشكلها مع بعض. وطبعا حاطه السمنه سخنه واللبن دافي، فان شاء الله هتخمر معايا بسرعه. هغطيها دلوقتي واسيبها نص ساعه، بعد نص ساعه ان شاء الله نرجع نشوف هنعمل مع بعض ايه. خلاص تمام كده رجعت تاني بعد ما شايفين ما شاء الله العجينه بقت عامله ازاي. قعدت بالظبط نص ساعه، ما كملتش حتى والله ساعه، كمان نص ساعه بالظبط. شايفين الجمال، شايفين الحلاوه. وطبعا هنا ديت العجوه ديت جبتها كده فكيتها، دي اللي هو البلح، مش العجوه، العجوه بلح. حطيت له ربع كوبايه ميه صغيره لحد ما فك معايا. حطيت له حته معلقه سمنه وقلبتهم كويس مع بعض لحد ما بقى طري معايا بالشكل ده كده عشان ما نشفش جوه القرصه. خلاص تمام. وجبت هنا صاج اهو دهنته كده زيت خفيف. دلوقتي بقى هنبدا نشكل كده مع بعض اهو. شايفين العجينه ما شاء الله عامله ازاي اهي.
تمام. وهبدا اخد بقى كده معلقه كده صغيره اهيت، واحط جوه نصها كده هنا اهو. وهبدا بقى اشكل العجينه كده، عجينه غريبه ما شاء الله جميله جدا اهي. وهبدا اعمل كده اهو وابططها. طبعا الرخام عندي نضيفه اهي اهي. بسم الله ما شاء الله العجينه تحفه اهي. هيبقى بالشكل ده كده. وهرص طبعا معايا هنا في الصينيه. هعمل معاكم من واحده. بسم الله الرحمن الرحيم. وهاخد برضو كده من العجوه ديت. ده بلح، لو انت بتحب حابه العجوه احشيها عجوه، ممكن تحشيها اي حشو يخطر على بالك، اي حاجه انت عايز تحشيها بقى احشي. ممكن تعملها ساده على فكره بتبقى حلوه جدا اهي. وهكورها كده وهقفل وهبطط برضو. بسم الله الرحمن الرحيم اهي. حاجه اخر جمال. طبعا العجوه خرجت مش هتقول لا يعني، مش مشكله اهي. خلاص. وهبدا برضو احط هنا كده معاكم من واحده. بسم الله. وطبعا الحجم زي ما انت عايزه، ده طبعا يرجع لك انتي اهي. نبدأ نقفل كده على الحشو خالص عشان ما يبانش اهو. خلاص. وابدأ برضو ابططها كده. هبدأ ابططها اهو اهي. تمام اهو. هعمل بقى كمية كده شوية كده وارجع لكم تاني. خلاص كده رجعت تاني بعد ما حشيت دوت اهوت ما شاء الله. ديت عجوة اهي صينية اهيت. وحشيت برضو الصاج ده كله اهوت ما شاء الله عجوة. تمام. دلوقتي بقى هحشي معاكم كام واحدة جبنة كده. خلاص تمام. دلوقتي انا هاخد بس برضو معاكم كده حته نفس التانية بالظبط، بس بدل العجوه بنحشي جبنه. خلاص اهي. معايا هنا حته جبنه اهي، عشان عندي هنا بيحبوا الجبنه قوي فانا هحط لهم جبنه اهو. خلاص. وهلف كده برضو اقفل العجينه. الموضوع سهل قوي وجميل والعجينه تحفه اهي بالشكل ده كده. انا مش مطخناها قوي يعني، حوالي كده السمك بتاعها عشان تبقى معايا طريه وحلوه، مش عايزاها تبقى ناشف. وهحط هنا وهاخد برضو عجينه وهقفل كده عليها اهو. وبرضو هبطط. خلاص. هكمل برضو الصاج ده كده بنفس الموضوع جبنه اهو. خلاص كده رجعت تاني بعد ما خلصت الكميه كلها معايا ما شاء الله. الكيلو ده عمل لي الصاج ده اهو ما شاء الله. ده كله محشي عجوه اهو ما شاء الله تحفه جدا. وبعدين انا مش مصغره الحجم قوي، انت عايزه تصغري اكتر من كده هيديكي اكتر من كده. ودي برضو عجوه اهي. وحشيت دي جبنه وبرضو دي اهي. خلاص تمام. دلوقتي بقى انا هسيبهم بس يرتاحوا معايا كده ربع ساعه، عشان بس الشغل اللي انا اشتغلته فيهم يرجعوا يرتفعوا كده تاني، والعجينه الخميره تشتغل فيها تاني. وهخبزهم. بعد ما اخبزهم ان شاء الله نرجع نشوف شكلهم هيبقى عامل ازاي مع بعض. خلاص كده رجعت تاني بعد ما خلصت اهوت ما شاء الله. خبزت القرص اللي بعجوه واللي هي الجبنه. تعالوا بقى نشوفها مع بعض. كميه الحلاوه واخده لون جميل جدا ومن فوق. وما دهنتش وشها على فكره، انا عملتها معاكم زي ما حشيتها كده. سبتها بس 10 دقايق على الفرن سخن، قمت مدخلاها الفرن. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه اهي. انا مش حاشيه مش مكتره فيها عجوه قوي برضو، ان عندي هنا مرضوش شكل العجوه فما رضيتش احشي فيها. شايفين مورقه من جوه وعامله ازاي؟ فظيعه وتحفه جدا اهي. واللي بالجبنه برضو لسه مخرجاها سخنه جدا اهي اهي. شايفين قلبها عامل ازاي؟ مفتح وملهاش حل ازاي. طبعا لسه سخنه.
وفي درجة الحرارة مش عالية قوي ولا هادية قوي، وسط كده، وما بتاخدش اكتر من ربع ساعة في الفرن. وهو ده شكلها وهو ده لونها. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في لايك واشتراك في القناة وشير عشان الكل يستفيد. واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة. وجربوا القرص ان شاء الله على طريقتي، وان شاء الله تعجبكم جدا جدا جدا. اهي انا عيال عمال ياخدوها يخطفوها من ساعتها. اهي تحفة. تمام. اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.